احنا النهارده هنتكلم عن الركنة في مصر. كلنا بيبقى معانا عربيات بتيجي تتحرك بتاع وتبقى عايز تركن في حتة ما بتعرفش تركن في حتة. هو ليه يا جماعة كل واحد بيجي قدام البيت عنده ويحط لي طوبتين اللي بيتحطوا على الرصيف دول ومركب فيهم خوازيق ويقول لك ما فيش ركنة هنا. هو ايه اللي ما فيش ركنة يا عم؟ هو انت عشان ساكن فوق هنا يبقى انت خلاص كده انت المكان بقى بتاعك، انت بقى عندك حيازة على الشارع بقى باسمك؟ هو ايه اللي ما فيش ركنة؟ ونفس الموضوع بيتطبق على كل حته دلوقتي، تيجي تركن في اي حته في الدنيا تلاقي حاطط لك خوازيق كده وطوب وبتاع، اللي هو مفيش ركنه. محل بقى، كشك، بقاله، سوبر ماركت، اي حته. يعني هو في ايه يا جدعان؟ هي الناس ليه بقت ماشيها في عافيه كده في كل حاجه؟ الشارع ده مش بتاعك يا عم، انت الشارع دوت ملكيه يا عم، شارع عام، ميدان عام، بتاع الكل يا بيه. في سبوتايه فاضيه انا عايز اركن مركن. انت ليه بتضايق الناس يا اخي؟ انت كده بتاخد يعني، انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتبلطج على الناس، ما هي مش بتاعتك. احترموا يا جدعان الناس بقى، يا جدعان يا جدعان لازم نتغير بقى يا جدعان، ما تقرفوناش بقى، ما تقرفوناش بقى. مش حتى الركنه، وتلاقي السايس طلع لك من هنا وبتاع قصه تانية السايس ده برضه. فدي رساله لاخونا السايس، يعني انت مين اللي شغالك يعني انت مين اللي معينك؟ انا بسأل السؤال دوت لكل سايس. لو انت شغال في حته وفعلا في عقد بينك وبين المكان دوت ودي وظيفتك، هتلاقي انت يا باشا انت مية مية. انما انت واقف في الشارع بتفرد اتاوة وبلطجة على الناس عافية، لمجرد ان انت تقول لواحد تعالى تعالى ارجع ارجع لف لف، حضن حضن. انت بتعمل ايه يا عم؟ وايه اللي حضن وركن وبتاع؟ يعني انت من غير، يعني انا نازل بالعربية وبسوق ومستنيك انت في الاخر تركني؟ طب ماشي يا عم، انت بتركني، انت ذوقيا يا عم بتركني. انت دلوقتي ما شغال مع حالك، انت دلوقتي قررت ان انت تصحى الصبح هتنزل تقف في الشارع، هتشوف اي حته فيها زحمه واي حته فيها لوت عربيه، لوت مساحه كده تحط فيه العربيات، وتبتدي بقى ايه تركن الناس. انا ما عنديش مشكله، يعني هو مش قانوني، بس فلنفترض انت يا عم انت بني ادم هبت معاك ان انت هتنزل هتعمل ده ودوت، وانت اقنعت نفسك ان ده اكل عيشك وان هو دوت مفيش غيره. قررت انت تنزل تفرض اتوات على الناس لمجرد ان هي هتركن في شوارع عموميه. طب انت انت عارف ان انت كده فلوسك دي غلط، يعني مصدر رزقك ده كده حرام، لان انت مش مفيش حد مشغلك. وغير كده وكده انت بتبلطج. انا اسف، ما انا بتكلم على المعظم، يمكن في ناس كويس، اكيد في كل حته هتلاقي في الوحش والكويس، بس احنا بنتكلم في العموم. احنا بنتكلم في الاغلبيه، في المجمل. في المجمل هو لازم تدفع له فلوس. طب انا هدفع لك فلوس ليه؟ هو حضرتك مين اللي مشغلك طيب؟ يعني انت الحي اللي موقفك؟ طب ايه اللي يثبت الكلام ده؟ ليك يونيفورم مثلا، ليك كارت، ليك اي دي، ليك اي حاجه؟ ما عنديش مشكله، اثبت لي ان انت فعلا متعين، انما انت ما تبقاش واحد. ما هو انا بقى انزل بكره الصبح اقف قدام البيت عندي، اللي هيركن اخد منه فلوس؟ ما هي مش هتمشي كده. وبعدين انت لازم تراجع نفسك، لان انت مصدر اكل عيشك كده مش صح. يعني انت اكيد متجوز ولا مخلف ولا انت حتى لوحدك. مش هتاكل الفلوس تبقى الناس مش راضية عنها، او اللي بيديك فلوس بيبقى جاهز منك او خايف منك، او او خايف انت تأذيله العربية او تجرحها له بتاع. بيحصل الكلام ده، في الكلام ده بيحصل، واكيد اتحصل مع ناس كتير. ف يعني بيتهيألي اي حاجة تانية لو نزلت تعمل اشتغلت في قهوة هيبقى اكرم لك، فاهم؟ لو اشتغلت في اي حاجه تانية غير دوت، انما انت كده انت مشغل نفسك بنفسك، وبعدين انت بتفرض اتاوه على الناس وده غلط. فاهم؟ اللي بيديك فلوس دوت بيديك عشان خاطر يتحاشاك بس، وفي اللي مش هيديلك، وفي اللي هيبوبك معاك، وفي اللي ممكن يعمل لك مشاكل. فاهم؟ فليه؟ فاهم؟ اقول لك على حاجه، لو انت خلاص قافش وتعمل الكلام ده، اعمل الكلام ده، بس ما تجبرش حد يديك فلوس يا باشا. ما تجبرش حد يديك، اللي هيديلك انت عارف، انت لما الناس هتلاقي ان انت واقف في حالك وما بتجبرش حد على حاجه وذوق ومؤدب، هتلاقي الناس من نفسها بترضيك. انما انا بتكلم في المجمل، هو في المطلق الموضوع كله غلط. لو انت شغال مع حالك، انت اللي مشغل نفسك بنفسك، انا ضد الموضوع. بس انا بقول في اسوأ الحالات يا اخي، خليك يا اخي انت ايه، خليك مؤدب، خليك محترم، ما تجبرش الناس على حاجه. اللي عايز يركن يركن، اللي مش اللي عايز يدفع لك يدفع لك، اللي مش عايز يدفع لك اشكره ويمشي عادي. ما انت رزقك هيجيلك، فاهم؟ وانت اللي رضيت بده، بس ما ينفعش تجبر الناس على ايه، على فلوس. تمام.